أول ما عرفت إن الرئيس ترامب بيقترح إنه يخلّي القروض العقارية تبقى على 50 سنة، بصراحة فرحت، وقُلت إن دي هتبقى فرصة حلوة أوي إن تخلّي ناس أكتر تقدر تشتري بيوت، بسبب إن الدفعة الشهرية بتاعتهم هتبقى أقل، وبالتالي هيبقوا مؤهلين لقرض بقيمة أعلى، لحد ما قعدت وحسبتها واكتشفت العكس تمامًا، لو أخدنا بيت بسعر $800,000 و0 down payment ونسبة فايدة 6%، الأرقام اللي أنت شايفها دي هي قيمة الدفعة الشهرية بتاعتك في حالة القرض ال15 سنة وال30 سنة وال50 سنة، يعني قرض ال50 سنة هو وفّر فعلًا، بس وفّر $585 بس، متخيّل؟ المشكلة مش هنا، المشكلة إن لمّا تيجي تحسب إجمالي الفايدة اللي هتكون دفعتها خلال الفترة ديّة، يعني هتدفع أكتر من ضعف تمن البيت فوايد بس، ودي مش أسوأ حاجة، في نقطة تانية اسمها الtipping point، النقطة اللي بيتحوّل فيها الجزء الأكبر من الدفعة الشهرية بتاعتك لأصل المبلغ مش للفايدة، يعني تقريبًا أنت محتاج 40 سنة عشان تبقى يا دوبك وصلت إنك بنيت ملكية فعلًا في البيت بتاعك، وعشان كده قرض ال50 سنة مش هو الحل، ده مجرد حاجة بتخلّي الدفعة الشهرية بتاعتك شكلها لطيف، لكن في الحقيقة أنت بتُستنزف طول حياتك، وبتوصل لمرحلة إنك مش عارف تbuild equity وكأنك مأجّر حرفيًا من البنك طول حياتك. أنا باعمل دلوقتي فيديو بالتفصيل وهاحطه على قناتي على يوتيوب، وباشرح فيه كل الخطوات اللي أنت محتاج تعملها عشان فعلًا تستفيد بقرض ال50 سنة لو أنت مضطر ليه، أو إزاي تقدر تطلّع مكسب أكتر بإنك تاخد القرض ده. لو أنت مهتم بالفيديو ده ابعت لي message وأول ما أخلّص الفيديو هابعته لك على طول.